احنا في الفترة اللي فاتت في بعض المفاهيم اللي انتشرت كنا محتاجين ان احنا نصلحها، ومفاهيم تانية ان احنا نقول نأكد على صحتها. منها ايه؟ عندنا حاجة دلوقتي بقى منتشرة جدا اسمها الطب الوظيفي. ما هو الطب الوظيفي؟ الطب الوظيفي بيمارسوا دلوقتي أطباء حاصلين على أعلى الدرجات العلمية في الطب. بيميل الدمج بين الطب العادي والطب الوظيفي في علاج الأمراض، خاصة في ظل غياب العديد من الأسباب لوجود أمراض فعلية. زي مثلا بنقول إن الضغط العالي موجود، طب إيه الأسباب بتاعته؟ 80% اتيوباثيك، بنقول يعني مش عارفين لسه برضو إيه الأسباب، فنحطه تحت قائمة الاسترس أو العصبية أو يعني مسميات أخرى، وسيادتك هتتفضل تقول لنا إيه الأسباب طبعا. فعلشان إيضاح للمتابعين، هيجي معانا إن الطب الوظيفي ده هيكون عبارة عن نوع من أنواع الطب البديل، اللي مؤيدوه بيقولوا ان هو بيتمركز على التفاعل بين البيئه والجهاز الهضمي، الغدد الصماء، الاجهزه المناعيه. بيحاول اصحاب المهنه ان هم يطوروا خطط علاج فرديه للمرضى اللي بيعالجوهم. يعني ان الطب الوظيفي بيشتمل على عدد من الطرق والعلاجات غير المثبته، يعني مش هنقول ان هي ليها سبب او في اثبات علمي على صحه الكلام او تاكيد ليه، لكن واضح مثلا لما اجي اقول كل موز علشان هو بيحتوي على فيتامينات كذا فهي اوريدي فعلا احنا عارفينها. طيب بيقول لمريض الضغط العالي خد اقراص مغنيسيوم، خد اقراص بوتاسيوم، كل الاكل ده بشكل معين، تناول المشروبات دي بشكل معين، واحنا كده هنبدا ان احنا نعالج المرض. راي حضرتك ايه في هذا المفهوم؟ وهل بالفعل ممكن ان الطب الوظيفي يتم دمجه، او هو اصلا مدموج بالفعل بس دون اعتراف بيه او بالمسمى بتاعه او مسمى الطب الوظيفي تحت الطب العادي؟ هل ده بالفعل موجود او بيتم ممارسته وسيادتك من الاطباء التي بيثني على استخدامه؟ يعني هو لو كنا هناخد على حسب الكلام اللي حضرتك قلتيه، هو يعني ممكن طبعا في حاجات كتيرة فيها المواد او الكيماويات اللي بنستعملها في الادويه. يعني مثلا في الحاجه عشان تنزل الضغط في الطب الوظيفي ده، ممكن نقول الكركديه مثلا بينزل الضغط، ممكن نقول الجوافه بتضيع الكحه، قشر الورق الجوافه. وفي ادويه معموله من يعني كل الادويه، الانتي اوكسيدنتس مثلا، الرمان والبرتقال، اليوسفندي، الكيوي، كل الحاجات دي بتستخدم برضو في صناعه الدواء. يعني من ممكن اعتمد عليها هي اعتماد بشكل قد ايه جنب الدواء؟ يعني هل استغنى عن الدواء ولا استخدمها الى جانب؟ عشان الواحد يعمل قرص من حاجه يستهلك له كيلو. ايوه ده اللي احنا عايزين نتوصل ليه، ان فعلا مثلا الشاي الاخضر كانتي اوكسيدنت، احنا لسه كنا بنتكلم ان علشان يؤدي غرضه ويوصل الفايده اللي احنا منتظرينها لازم 3 اكواب. هل مين اللي هيبقى مستطيع ان هو يوفر لنفسه برضو ده؟ بس على انه هو انتي اوكسيدنت، ثقافه الطب الوظيفي المفروض تنتشر. ما دام حضرتك شايفه ده برضو، انا يعني من خلال الرد ده ان حضرتك من انصار ان الطب الوظيفي من الافضل انه يتم توظيفه الى جانب الطب العادي اللي اعتدنا عليه. بالظبط. يعني بدل ما الواحد يشرب الحاجات الغازيه الضاره، يستبدل كوب الشاي الاحمر او الاسمر او يشرب كوبايه شاي اخضر. تمام. يعني بدل الحاجات دي ياكل فاكهه بدل الدهون. ولو ان الدهون فيها فيتامين د اللي هو طالع الموضه بتاعته دلوقتي. كل حد فعلا كل حد يقول له نقص، اي نقص فيتامين د هي المشكله الاساسيه اللي بتعاني منها وات ايفر هي كانت ايه. لا طبعا هي مش حقيقي. لا لا لا. طب ايه تصحيح للمعلومه ان فيتامين د ايه اهميته؟ اهميته في تكوين العظم. لكن الامراض المناعيه وامر السرطانات يقول دلوقتي روح اعمل تحليل فيتامين د، لو انت عندك نقص في فيتامين د انت عرضه للاصابه بالسرطان. هل ده صح؟ لا انا ما اعرفش. لم يثبت، ما فيش دراسه تاكد. ما اعرفش.